السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صحة فطوركم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي. اليوم بإذن الله طليت عليكم بوصفة بدون طهي بزاف بنينة، الشكل تاعها راقي وجديد اللي هي ديليش الميلكا او سابلي بريستيج بذوق الميلكا. لعشاق الشوكولاته او لعشاق شوكولاته ميلكا راح يعجبكم هذه الحلوه بزاف باذن الله. وكما على بالنا شوكولاته الميلكا فيها بزاف الاذواق، ما كاش اللي ما يعرفهاش وما كاش اللي ما يحبهاش، ولكن انا استعملت لكم بذوق ميلكا نوازات ولا ميلكا بذوق البندق، ودرتها لكم بشكلين ولونين مختلفين مع طريقه تلوين الشوكولاته البيضاء بدون منون شوكولاته. وبدون اطاله راح نمروا لطريقه عمل هذه الحلوه اللي راح تكون بدون طهي. ولكن قبل ما نبدا ما ننساش نطلب منكم تدعموني بجام، واللي ما راهيش مشتركه في القناه تشترك وتفعل الجرس ليصلها كل جديد ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. اول حاجه راح نبداو بها هي تلوين الشوكولاته البيضاء كما قلت لكم بدون ملون شوكولاته. ذوبت علبه شوكولاته بيضاء على حمام مائي، يفضل انكم تستعملوا الوجدان لانها هي افضل شوكولاته بيضاء تلونوها بهذه الطريقه وما تتخسر لكمش. اول حاجه راح نديروها راح نضيفوا ملعقه زيت للشوكولاته ديالنا، من بعد راح نلونوها بهذا المنكه او لاغوم تاع الفرامبواز او منكه بذوق التوت. وايضا راح نحتاج الى منكه اخر اللي هو لاغوم تاع شوينغوم اللي راح تدعم لي اللون، يعني راح تعطينا هذاك لو موف الشباب. اما لاغوم تاع التوت فيها لون بنفسجي كما راكم تشوفوا الشكل ديالو. القطره اللي ضفتها الاولى يعني ما لونتليش بزاف الشوكولاته، فقط غيرت لها شويه اللون. من بعد راح نضيفوا قطره ثانيه من نكهه الفرامبواز وراح نضيفوا عليها قطره من لاغوم تاع شوينغوم. من بعد راح نزيدو نخلطو ونشوفوا اللون اللي توصلنا ليه، وراح نبقاو نضيفوا حتى نتحصلوا على اللون اللي حبيناه. اذا حبيتوا نتوما تتحصلوا على لون شويه بارد يعني شويه كلاغ تتوقفوا لتماك، واذا حبيتوا شويه فونسي تتوقفوا ايضا. عفوا راح تزيدوا القطرات ديالكم حتى تحصلوا على اللون اللي راكم حابينه. انا درت البوسيبل ديالي باش توصلت اللون يشبه شويه لون علبه شوكولاته الميلكا، بما انه راني خادمه هذاك لو تام. وانتم اي لون حبيتوه، اذا حبيتوا اللون الاصفر استعملوا مثلا نكهه الليمون، اذا حبيتوا لون برتقالي استعملوا نكهه البرتقال. يعني هذه الطريقه امنه لتلوين الشوكولاته البيضاء، ولكن اذا حسيتوها خسرت لكم عليكم غير تضيفوا لها الزيت راح تولي القوام تاعها رائع، ما تخافوش كامل منها. اما عن المول راح نستعمل هذا المول اللي راكم تشوفوا فيه. انا عندي بزاف من اللي شريتوه، هذا وين قدرني ربي نخدم به، ولكن مازال متوفر هذا الشكل في الاسواق. شفتم حتى خدموا النوع اللي يجي ارخص منه، ولكن اي مول كان عندكم تقدروا تستعملوه، يعني راح يكون اختياري. من بعد كما شفتوا درت ملعقه من الشوكولاته في كل حبه، وراح نبدا نمشي فيها بالبانسو عفوا على كل الاطراف كطبقه اولى. الشوكولاته البيضاء شويه صامته، يعني الطبقات ديالها يجوا شويه رقاق، خصوصا مع مول السيليكون لازم ديروا الطبقه الاولى تخلوها تنشف لكم مليح. شوفوا يعني راح تقعد شويه شفافه، من بعد راح نزيد لها الطبقه الثانيه، واذا حسيتوها راكم محتاجين للطبقه الثالثه ديروا طبقه ثالثه، ولكن ما تخشنوش طبقات هكا باش ما تجيش الحبه ديالكم خشينه. وفي نفس الوقت اذا ما درتوش طبقات كافيه راح تتكسر معاكم الحبه كي تكونوا ديموليو فيها. انا للامانه استعملت 3 طبقات، راح نخدمهم كامل بنفس الطريقه، ولكن خلوهم حتى ينشفوا لكم مليح، سواء في درجه حراره الغرفه لانها تنشف تمتم، واذا كنتم مزروبين تقدروا ديروها في الثلاجه حتى تيبس لكم وتكملوا العمل بنفس الطريقه. من بعد راح تجيبوا كوبات ولا موس ولا سيو كيفاش تنقيو لها كامل الاطراف ديالها باش تجيكم الحبه ديالكم متحوفه ما فيهاش كامل زوائد. طبعا حتى تنشف لكم مليح الشوكولاته ديالكم باش يتنحاو معكم بكل سهوله. لهذا اول حاجه نديرها في الحلوه ديالي نعمر لي مول سيليكون ديالي نخليهم ينشفوا في غرضهم، وفي الاثناء اللي يكونوا ينشفوا لي فيهم نخدموا الحشوه. وبنفس طريقة العمل بالنسبة للشوكولاتة السوداء، فقط الشوكولاتة السوداء ما نضيف لها حتى إضافة، يعني نستعملوها هكاك ندوبوها فقط على حمام مائي. أما بالنسبة لهذا المول راهو متوفر في الأسواق عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. وكما شفتوا كما خدمنا في المره الاولى راح نحكم ملعقه شوكولاته نوزعها على كامل الحبات تاع المول ديالي. من بعد راح نبدا بالبانسو نمشيهم على كامل الاطراف حتى تنشف لي الطبقه الاولى. من بعد راح نخدموا الطبقه الثانيه. للامانه في هذا المول انا استعملت 2 طبقات فقط، لأن الشوكولاتة السوداء ولا الشوكولاتة بالحليب القوام تاعها شاد روحو خير من الشوكولاتة البيضاء. الشوكولاتة البيضاء تجي خفيفة عليهم. يعني للأمانة أنا في هاد الشوكولاتة اللي راكم تشوفوا فيها استعملت نصف علبة شوكولاتة بالحليب مع نصف علبة شوكولاتة سوداء باش خرجت هاد اللون اللي راكم تشوفوا فيه.
وانتم ما استعملوش تحبوا. وكنصيحة سواء في الشوكولاتتين البيضاء ولا السوداء ولا بالحليب، خلوها حتى تبرد لنا ولا تدفى، ما تستعملوش وهي ساخنة، لانه اذا استعملتوها ساخنة راح تحتاجوا كمية اكبر من الطبقات. اذا خليتوها شدت روحها يعني بردت شوية تفاتلنا، راح تتقال تساعدكم في العمل وتخليكم ما ديروش طبقات بزاف. وبعد ما كملنا طريقة ملء الليمون سيليكون بالشوكولاتة، راح نمروا لطريقة عمل الحشو ديالنا. واول حاجه درتها جبت علبتين من شوكولاته ميلكا بذوق البندق، اللي راح نسيي كيفاش نفصل لهم هذاك البندق اللي لداخل، نحيه كامل من الشوكولاته ديالي عن طريق الموس، ولا تقدروا تستعملوا يديكم. يعني صراحه انا استعملت في الاول الموس، من بعد حطيته واستعملت يدي جاتني اسهل. راح نحي كامل الكميه تاع البندق من الشوكولاته ونحطوه في صحن وحده، لانه الكميه تاع الشوكولاته راح نخدموا بها لاكاناش لازم تكون صافيه. اما البندق راح نحتاجه ايضا في الحشو ديالنا ولكن في الاخير. يعني هو كاين نوع من الميلكا اللي ما فيش البندق يجي صافي هكذاك نقدر نستعملو ديريكتومون، ولكن انا حبيت نستعمل لي بالبندق لانه الذوق تاعها جد رائع. والان راح نمروا لطريقه عمل لاموس او شوكولا، اللي راح نحتاجوا الكميه تاع الشوكولاته اللي نحينا لها البندق. نحتاجوا ايضا الى كاس من الكريمه السائله اي نوعيه كانت عندكم. انا استعملت هذا النوع اللي راكم تشوفوا فيه. هذه العلبه فيها حوالي الكاس مملوء. ونحتاجوا ايضا الى كاس غربع بودره شونتيي مع 4 كاس حليب. اما عن طريقه العمل، اول حاجه نبداو بها راح نفرغوا هذيك العلبه تاع كريمه سائله في كسرونه ونحطوها فوق النار حتى تسخن لنا مليح وتلحق حتى لمرحله الغليان حتى تغلي لنا مليح. من بعد راح نحيوها كما راكم تشوفوا. يعني انا خفيف ضرفتيتها سخنتها وجبتها وهي ساخنه هكذاك. راح نرميو فيها الكميه تاع الشوكولاته، نزغدوها غير شويه حوالي ثانيه هكذاك. من بعد راح نحركوها بالفوي حتى تذوب لنا كامل كميه تاع الشوكولاته. انا لا كولور ديالها بانت لي شويه كلاغلي، هذا ضفت لها 3 قطع من شوكولاته تاع امباسادور نوار. سقموا لي اللون ديالي، فونصاوه لي في نفس الوقت ما حاش يغطي لنا الذوق تاع ميلكا. بعد ما الشوكولاته ديالي ندوبها مليح راح نحطوا لاكاناج حتى يبرد لنا تري بيان. وفي هذوك الاثناء راح نطلعوا الكاس غربع تاع بودره شونتيي مع 4 كاس حليب. انا ما استعملتش كميه كبيره من الحليب، استعملت فقط ربع كاس باش كريمه الشونتيي ديالي تجيني ثقيله. راح نخلطوها بالضراب الكهربائي حتى تحصلوا على قوام ثقيل ومتماسك وشاد روحه. ومن بعد ما طلعت لك كريم شونتيي ديالي مليح، راح نضيف لها هذيك لاكاناش اللي كنا طيبناها مع بعض، ولكن لازم تكون بارده تماما باش ما تطيحليش الكريمه ديالي وتذوبها لي. من بعد راح ندخلوهم مع بعضهم بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه من تحت للفوق هكا، باش لاموس ديالي ما تطيحليش وتخرج شاده روحها مليح. ومن بعد ما تحصلت على هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، اون موس شاده روحها واللون تاعها جميل والبنه تاعها جد رائعه. من بعد راح نجيبوا هذيك الكميه تاع البندق اللي نحيناها من الشوكولاته ديالي، فقط كونكاسيوها بالموس ولا ديروها دون شاشي وخبطوها بالحلال هكا باش تتكسر الى قطع شويه كبيره باش تجي باينه في لاموس ديالنا. وضفت كميه من اللوز المحمص والمرحي، يعني انا باش ندعم به شويه الذوق، ولكن اللي ما كانش متوفر عنده يكتفي فقط بهذيك الكميه تاع البندق. من بعد درت لاموس ديالي في دون اون بوش ادوي كيما راكم تشوفوا او كيس بلاستيكي، وراح نبدا نعمر في حبات الحلوى ديالي. ما تعمروهمش بزاف حتى يفيضوا، وفي نفس الوقت ديروا كميه معتبره. وايضا تقدروا تستعملوا الملعقه، ولكن الكيس ينقص عليكم بزاف خدمه، يعني عمرهم لكم بكل سهوله. راح نكمل كامل حبات الكاطو ديالي بنفس الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. من بعد ما كملت حشيت كامل الحبات ديالي راح نحطهم فوق طبقه الصابلي، لان ما حبيتش نخدمه معكم هكا باش لا فيديو ما تجيش طويله، لانه على بالي ما كاش اللي ما يعرفش يخدم الصابلي. درته انا بذوق الشوكولا، يعني ضفت له فقط الكاكاو، ولكن خيرو طبع يكون ماشي كبير بزاف على المول ديالكم، وفي نفس الوقت ماشي صغير هكا باش تجي الحبه ديالنا تقريبا متساويه ومتحوفه. وراح نكملوهم كامل نديموليوهم بنفس الطريقه، وراح نمروا لمرحله التزيين اللي انا استعملت فيها هاد لو ترانسفير دو شوكولا اللي فيه اسم الميلكا. وفي هاد الفتره الاخيره راني خدمت لكم بزاف لي ترانسفير دو شوكولا. خدمنا بترانسفير دو شوكولا تاع الفيريرو روشي تاع رافاييلو تاع صحه عيدكم، نخدموا بهم كامل بنفس الطريقه. تجيبوا كميه من الشوكولاته اللي تكونوا ذوبتوها تعمروا بها ترانسفير ديالكم، سواء كانت شوكولاته سوداء ولا شوكولاته بيضاء، ولكن في هاد الترانسفير بالذات باش تخرج شباب لازم تكون شوكولاته بيضاء هكذا باش
الاسم تاع الميلكا يجي شباب وباين. وكي تكونوا تعمروا فيهم ما تخرجوا لهمش الاطراف ديالهم باش يجوا متحوفين وشابين. من بعد ما ينشفوا لنا تماما راح نديموا ليهم بهذه الطريقه وراح نبداو نزينوا بهم الحلوه ديالنا. انا يعني كل حبه كاطو حطيت فوقها الترانسفير ديالها، ولكن ما لصقتهمش. جبت شوكولاته سوداء اللي راح نلصق بها لو ترانسفير فوق الحبه تاع الحلوه بالشوكولاته السوداء، وجبت شوكولاته بيضاء لصقت بها لو ترانسفير دو شوكولا اللي راح نديروه فوق هذيك الحلوه اللي باللون البنفسجي. عفوا الشوكولاته ماشي البيضاء، الشوكولاته البنفسجيه اللي بقات لي من الحلوه ديالي. وطبعا راح تخلوهم ينشفوا شويه حتى يلصقوا فيهم مليح مليح وتكونوا تحصلتوا على حبات حلوه بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، متحوف ونقيقي وبزاف بزاف شابين. والذوق ديالهم بهذيك العموس ما عندي ما نقول لكم. يعني تقدروا هذوك المكسرات ما تضيفوهمش لاموس ديالكم وديروهم كطبقه اولى في الحلوه ديالكم، من بعد تضيفوا فوقهم لاموس، ولكن انا فضلت ديروهم هكا باش تنقصوا التعب وفي نفس الوقت راح يجوا بزاف بزاف بنان. فقط راح نعطيكم معلومه، هذه الحلوه اللي جايه باللون البنفسجي راح يجي فيها مزيج من ذوق الفرomboise مع لاموس وشوكولا واحد البنه ما عندي ما نحكي لكم، بزاف بزاف بنينه. يعني حقيقه نتمنى انكم تجربوها هكا باش تستمتعوا بهذا الذوق وهذا الديليس اللي هو ديليس الميلكا. وفي نفس الوقت ايضا نقول لكم باللي هذيك الطبقه تاع الصابري تقدروا تستغنوا عليها، يعني تقدروا ديروهم حبات سامبل، ولكن لازم تغلقوهم بكميه من الشوكولاته قبل ما تجبدوهم من المول ديالكم. تغلقوهم من تحت بطبقه من الشوكولاته، كل لون بالشوكولاته ديالو. ديروا طبقه من الشوكولاته تخلوها حتى تنشف مليح، من بعد تديموا ليه كلش كيف كيف وتستغناو على طبقه السابلي. وبهذا نكون وفيتكم بكامل تفاصيل هذه الحلوه اللي ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم وان شاء الله تجربوها. والان ما عليا غير نقول لكم ما تنسوش تدعموني بجيم، واللي مش مشتركه في القناه تشترك وتفعل الجرس ليصلها كل جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.